هل تتجه مصر لليوان الصيني بدل الدولار؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. اقول لك على معلومه تخض. الصين هي اكبر شريك اقتصادي لمصر، وفي 63 اتفاقيه بتنظم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين البلدين. انت عارف ان حجم التبادل التجاري بين القاهره وبكين في 2021 كان حوالي 19.7 مليار دولار، والاستثمارات الصينيه المباشره في مصر في 2021 كانت حوالي 223 مليون دولار، وده بجانب مشاركه كتير من الشركات الصينيه في مشروعات قوميه مصريه. يعني فكره استخدام اليوان الصيني هتكون مهمه لمصر، ونخلص من صداع الدولار ونقصه وصعوبه الحصول عليه، وخصوصا ان اكبر تبادل تجاري لينا مع الصين، واحنا بندفع مقابل ده مليارات الدولارات، وده لاننا بنستورد حاجات كتيره جدا جدا جدا. طيب هي ايه امكانيه تحول مصر لليوان الصيني؟ يمكن احتمال التحول لليوان بدل الدولار في مصر البعض بيشوفه صعب في الظروف الحاليه، وده لعده اسباب. يمكن من اهمها هو ان الدولار لسه هو العمله الاقوى، واحتياطيات البنوك جميعها من الدولار، وكمان الميزان التجاري بين مصر والصين لصالح الصين. لكن البعض بيشوف ان مفيش صعوبه للتحويل ده، سواء بقى باستخدام اليوان او سله من العملات، وده وفقا لاتفاقيات بين البنوك لفك الارتباط بالدولار، وده زي ما بيحصل بين عدد من الدول، على سبيل المثال الامارات مع الصين. الخطوات دي بتيجي في ظل ان الصين اعلنت ان البنك المركزي بتاعها هيوفر اليوان لكل الدول اللي محتاجه تتعامل بيه، واليوان الصيني طبعا بيجي في المرتبه الرابعه على مستوى العالم بعد الدولار واليورو والين الياباني. ومن المتوقع خلال السنين اللي جايه ان الصين هتسعى اكتر لتمكين عملتها في السوق الدوليه، وده كعمله تسويات ماليه وتجاريه، في ظل الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي موجوده في العالم، وفي ظل سعي الدول الكبيره انها تزود تقلها السياسي. بنلاقي كتير من الاتفاقات الاقتصاديه والتعاون الاقتصادي بين دول وبعضها. في الفتره الاخيره في دول كتيره كانت بتسعى ان اليوان الصيني يبقى بديل للدولار الامريكي، وده على خلفيه ان الصين بقت اكبر مصدر وتاني اكبر اقتصاد في العالم. وزي ما احنا متابعين في خريطه القوه في العالم بيتعاد تشكيلها، وبنلاقي بعض التحالفات اللي بدات تتكون حتى لو مفيش حاجه رسميه. والحرب الروسيه الاوكرانيه دي مش نهاية المطاف. طيب هي الصين بتعمل ايه عشان تزود قوة عملتها؟ التنين الصيني بيحاول يعمل شراكات تجارية واقتصادية، وكمان مشاريع في البنية التحتية في الدول العربية، وخصوصا الواقع على طول طريق الحرير، وده لتعميق التعاون المالي وتداول الأموال، وده بالتالي هيؤدي لتعزيز مكانة اليوان عالميا. طيب هو التعاون ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق تسوية المعاملات التجارية بين الصين والدول دي عن طريق اليوان بدل الدولار، وده الطرفين هيستفادوا منه. ازاي؟ هقول لك. الصين من ناحيتها هتزود قيمة عملتها، اما الدول العربية فهتستفاد من التسهيلات والمساعدات الصينية، وخصوصا ان الدول العربية بما فيهم مصر هم الاكثر استيرادا من الصين، والخطوة دي هتقلل الاعتماد على الدولار. دلوقتي هنقول ان السؤال الصح هو هل التعامل باليوان الصيني في الاستيراد هيساعد مصر على تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية؟ سلام.